السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، وحشتوني اللي غاليين عليا اخواتي، كل اخواتي وكل اصحابي وكل حبايبي اللي بحبهم من قلبي. وحشتوني كده. تعالوا كده معانا فيديو جديد النهارده. بصوا النهارده بقى الاكله بتاعتنا، الوصفه بتاعتنا ما اقولكوش من الاخر. ايه بقى ده؟ السردين البلدي اللي على اصوله الاسكندراني كده. كده قلت اوريه لكم كده بالطريقه الاسكندراني بتاعتنا. بص انا بجيب ايه بقى في السردين. بجيب بصلايه وبجيب طماطمايه زي ما انتم شايفين كده اهو. بص انا بحط بقى المكونات بتاعتي دي، بتطلع احلى صينيه سردين ممكن تاكليها في حياتك زي العسل، بس بالبطاطس. بحط عليه بطاطس وشويه ملح، شويه كمون وشويه فلفل اسمر، جزرايه بقطعها، توم وليمون. بصوا خدوا احلى صينيه بطاطس ممكن تاكلوها في حياتكم بالسردين. صينيه سردين بالبطاطس تحفه، كانت طالعه زي العسل. بص انا بحط المكونات دي. هنشوف بس انا بحط ايه الاول على ايه. بس الاول حطوا اللايك يا حبايبي، اوعوا تنسونا في اللايك، اوعوا تنسونا في الاشتراك في القناه منوعات وصفة طماحين وزياد، وشير يا حبايبي. بصوا انا طبعا، بصي اي اسماك، اي نوع اسماك يا حبايب قلبي تحطوا، ادوها كمون. كمون الاسماك عموما بتحب الكمون. انا طبعا الاول بخلطه كده بالكمون والملح والفلفل الاسمر. طبعا دي بطاطس انا هعمله، بس طبعا بصينيه بطاطس بتطلع جميله زي العسل. ادي اسماك، ادي سردين، كمون. بصوا عشقوا الكمون. ماشي، انا خلطته الاول اهو بالكمون والملح والفلفل الاسمر عشان تتبليه الاول. دي تتبيله، تبلتيه كده تحطيه في الصينيه بتاعتك. طبعا تخلطيه حلوه قوي قوي بالتتبيله، وتحطي بطاطس بتاعتك زي ما انتم شايفين كده. والله العظيم عايزه اقول لكم كانت طالعه زي العسل، تحفه. اخلطي بقى التتبيله ديت الاول قبل ما تحطي المكونات التانية الاول مع بعض مع البطاطس. بصوا انا بحط كمون تاني لان هو بيحب الكمون. يعني طلعة كانت جميلة جدا والله العظيم. اوعوا تنسونا في اللايك يا حبايبي. بحبكم كلكم والله، وربنا يخلي لي اخواتي اللي معايا، اللي بجد يعني انا آه بحبهم من قلبي، لقيتهم سند ليا. بعشقكم كلكم، بحبكم كلكم. فعلا في ناس بتحبني من قلبها. انا بشكر كل حد بيحبني من قلبه وبيديني كلمة حلوة او طاقة ايجابية. بحبكم كلكم يا حبايبي. بص بعد ما خلطت كده بالكمون بقى والفلفل الاسمر والبهارات بتاعتك، البطاطس والسردين، حطي بقى بصلايه بتاعتك. انا حاطه بصلايه كبيره قطعاها، طماطمايه كده اخلطيها حلو كده مع بعض. طريقه سلقه السردين والبطاطس دي بصوا عالميه، انا بعملها على طول بتطلع تحفه. دي بطريقتنا احنا الاسكندراني بالاسكندراني. مش عارفه بقى انتوا بقى قولوا لي في الكومنتات في التعليقات، هل طريقه السردين دي، سلقه البطاطس السردين، انتوا بتعملوها ولا لا؟ وردوا عليا في التعليقات يا حبايبي. طبعا بقطع جزرايه وتوميه، بحط بقى برضو، حطي برضو كل المكونات فوق بعض كده اهو. حطيهم كلهم فوق كده فوق بعض. تمام اهو. بصي خلطت كله كده، تخلطي كل المكونات مع بعض كده حلو قوي. طبعا بحط زي، هنحط شويه زيت، وهيتفضل في اللي انا كنت حاطه فيه التتبيل طبعا ليمونيه، برضو عصير الليمونيه فوقيها، وحطي بها بالليمون، يعني عصير الليمونه وحطيها بالليمونه. بصوا بتطلع زي العسل. بتحطي بس شويه زيت، وهتحطي يعني شقشق ميه صغير عشان بس ياخد وديد مع بعض. بنحطها في الفرن طبعا، بحطها في الفرن عشان في الفرن تيجي تاخد مع بعضها، ما تلزقش معاكي، شقشق ميه صغير. تمام اهو. بصوا شويه زيت وشويه بقى ايه، شويه ميه بتحطيهم عشان ما يلزقش معاكي. عايزه اقول لكم معلش سامحوني لو انا هتاخر عليكم في الفيديوهات. يعني مثلا انا نزل الفيديو مثلا بتاعي او الوصفه بتاعتي، هتاخر فيها 4 5 ايام عقبال ما انزل وصفه تانية في القناه، علشان النت عندي معلش يعني النت في كل البيوت ده والله العظيم متعب قوي. يعني النت بيأثر معايا خالص، فمش بعرف انزل فيديوهات كتيره. انا لو النت متاح على طول معايا كنت والله العظيم انزل لكم على طول فيديوهات. بصوا اهو. بصوا شويه بقى ميه كده عملتهم في التتبيله اللي انا كنت حطاها في العلبه اهي. حطيتها كده فوقيها بقى شويه زيت. اخلطي كله، قلبهم حلو قوي قوي مع بعض اهو. بصوا الجمال، بذمتكم تحفه ولا لأ؟ حطوا اللايك. صينيه السردين بطاطس تستاهل احلى لايك في الدنيا. طبعا انا هحطها كده اهي بالمكونات وشايفينها كده، وبعدين بحطها في الفرن. طبعا اخر حاجه الليمونيه اللي بتعصريها دي بتدي طعم حلو قوي لصينيه السردين ببطاطس. مكوناتك دي كلها حطيتيها كده، حطيها بقى في الفرن بتاعك كده حوالي ربع ساعه، هتطلع معاكي حلوه مستويه زي العسل. البطاطس حلوه قوي بتتعمل، هعمل جنبهم بقى شويه رز ابيض. صينيه السردين بطاطس دي انا تملي اعمل جنبها شويه رز ابيض بتبقى زي العسل. اهو بصوا هنعمل بقى شويه رز ابيض كده حلوين. بعمل ايه بقى؟ بحط 3 كوبايات رز بتغسليهم حلو قوي. احنا على قدنا بعمل 3 كوبايات رز على 3 كوبايات ميه، بسخنهم عشان تطلع معاكي الرز مفلفل حلو.
تسخني الرز مع السمنه والزيت على النار، يعني تخليهم ياخدوا السخونيه، وتكوني منزله الميه السخنه بتاعتك فوقيه، وتوطي على النار هاديه وتحطي الملح بتاعك. بصوا، مش هيطلع معاكي رز مفلفل، يعني مش هيطلع المعجن بتاع اللي بيطلع معجن ده، لا هيطلع معاكي رز مفلفل زي العسل. ماشي اهو كده. بصوا بقلبه كده حلو قوي، تاخدي احلى رز مفلفل زي العسل بقى. شويه بقى كنت عامله بقى شويه ترشي، مش عايزه اقول لكم، مخلل بقى، يعني زيتون بقى مع مخلل. بصوا احلى اكله كانت زي العسل والله العظيم. انا بعشق اصلا السردين ده، انا بحبه بعشقه بموت فيه، بحبه جدا. بصوا بقى، حطي بقى الميه مغليه بعد ما غليت اهي على الرز بتاعك. طبعا انا كنت مدخله صينيه السردين بعد ما خلصتها اهو انتوا شايفين كده. وحطيت المكرونه بتاعتي، دخلتها في الفرن، هتطلع بالفرن هوريها لكم بقى شكلها عامل ازاي، تحفه. حطي بقى كده بقى الملح بتاعك، وغطي بقى الرز كده لحد ما يستوي بس معاكي. بصوا بصوا، الله 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 الله، ايه رايكم؟ لا عايزاكم بقى، بصوا، عايزه لايكات 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 بقى، وعايزه تعليقات حلوه من قلبكم كده على صينيه السردين بالبطاطس دي. تحفه تحفه تحفه، تستاهل شير، تستاهل منتديات، تستاهل ايه، لايكات، اشتراك في القناه. اشترك في القناه عشان انا نفسي يا حبايبي اوصل ال2000 بيكم. عايزه اكمل ال2000. هل هقدر اكمل ال2000؟ هتوصلوني ال2000؟ يا ريت كل اللي يشوف القناه يشترك في القناه حبايبي. احلى فلوجات واحلى تحديات واحلى وصفات وحلويات، كل اللي انتوا عايزينه هتلاقوه في القناه ان شاء الله. اهو بصوا صينيه السردين طالعه معانا زي العسل، كانت تحفه. بصوا البطاطس طلع انا بوريها لكم ان السردين دايب حلو، طالع دايب، والبطاطس طلع حلوه. بصوا بقى ده بعد ما حطينا بقى كده على السفره اهو، فرغت الاكل، كنا هنتغدى. بصوا بقى شويه بقى مخلل تحفه بقى ازاي مع الاكله دي، مع شويه السردين بالبطاطس، وشويه رز ابيض حلوين كده اللي يستاهل بقكم. تعالوا كلكم اتفضلوا بقى معانا في الاكله الحلوه دي والفيديو الحلو ده. انا عايزه تعليقاتكم الجميله. عايزه اقول كلمتين بس قبل ما ينتهي الفيديو. انا بشكر كل الناس الايجابيه الحلوه اللي فعلا وقفت معايا في ظهر سند ليا. اخص بالذكر اختي الغاليه حبيبه قلبي اللي فعلا ظهر وسند ليا، اللي مش هلاقي اجدع منها. ام عبده يوميات احلى البنات حبيبتي. اخويا الغالي مؤمن، قناه اخبار مع مؤمن. اختي الغاليه ام ملك اللي فعلا انا بعتز بيها، اعتبرت دلوقتي يعني اخت تانية ليا. بخصوصكم بالذكر، علشان بجد انا لقيت الناس اللي واقفه معايا في وقت ازمه. ربنا يبعدني عن الناس الوحشه اللي ما تستاهلش، اللي الواحد يبعد عنهم بجد. ربنا يبعد عني اي شر، اي حاجه وحشه. كلام الايجاب والطاقه الايجابيه حلوه يا جماعه. يلا اشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.